السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة مطبخ المغربية. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم مع فيديو جديد غادي نحضر معكم كراتان بالبطاطس والسبانخ اللي كيجي أكثر من رائع، كيجي لذيذ بزاف وزوين في المذاق وخفيف كذلك. مكونات موجودة في كل بيت بدون لحوم ولا دواجن. نتوما كتعرفوا وقت الربيع وقت السبانخ، فغادي تستغلوها وصايبوا منها حويجات كثيرة لذيذة وصحية تعجب الوليدات وتعجب الكبار كذلك. منهم هذا الكراتان اللي كيجي رائع جدا. بالنسبة لرمضان الكريم ممكن توجدوه على مائدة الإفطار كوجبة رئيسية مع شوربات، أو كذلك خارج رمضان لوجبة العشاء. كيجي خفيف وزوين. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. انا قدمته هنا مع عصير ديال الفرومبواز والفريز. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموه باللايك وبارطاج مع الاهل والاصدقاء وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وبسم الله على بركة الله نبداو الوصفة ديالنا. هنا عندي المقلاة غادي ندير فيها واحد شوية زيت الزيتون. طريقة سهلة وكذلك اقتصادية وصحية. عندي هنايا تقريبا كيلو ديال البطاطا اللي قطعتها هكا رقيقة. غادي نديرها في ديك الزيت ونخليها كطيب نص طيبة. بالنسبة للبنات اللي كيقليو فممكن انكم تقليوها، كتجي لذيذة اكثر، ولكن انا كنفضل نديرها بهذه الطريقة. صافي وغادي نخلي البطاطا نزيد لها شويه زيت الزيتون من الفوق ونخليها كطيب غير في داك البخار ديالها، وكذلك في ديك شويه الزيت بحال كطيب غير نص طيبه، ما كنطيبوهاش كامله. حتى الا قليتوها ما طيبوهاش كامله، نص طيبه كتكفي لانه في الران غادي تزيد طيب. صافي وكنخليوها نغطيوها ونخليوها طيب على خاطرها. هنا عندي مقلاة اخرى غادي ندير فيها سبانخ. تقريبا انا استعملت واحد الربطه ونص ديال السبانخ اللي غسلتها مزيان وقطعتها. غادي نديروها في مقلاة ونخليوها كطيب غير في داك البخار اولا في داك الماء اللي كطلق. ما غادي نزيدو لها حتى شي اضافات حتى طيب. كاين بعض الاخوات اللي كيفوروها فهاديك الطريقه راه كتفقد كلشي الفوائد ديالها. فاش كتفوروها راه الفيتامينات كتهود في الماء لتحت، يعني ما كتستافدوش منها. بهاد الطريقه احسن لان لي زيبيناغ في الساعه كطيب، يعني مده قصيره 2 دقائق. ها هي هبطت معايا. صافي غادي نزيد الكميه الاخرى اللي بقات لي. هكا احسن كتبقى بالفوائد ديالها، ما كتفقد حتى شي حاجه. الا سلقتوها او الا فورتوها فراه كتفقد كلشي الفيتامينات ديالها، ما كتستافدوش منهم. صافي نزيد الكميه وغادي نخليها كطيب نص طيبه. هنا البطاطا ديالي قربت توجد، كنديروا لها غير نص طيبه. غادي نزيد شويه د الملحه وغادي نبقى نحركها باستمرار حتى طيب، لانه في الساعه كتلصق معايا ما فيهاش الزيت. وكذلك البنات اللي بغاو يقليوها فراه كتجي بنينه احسن ملي كتكون مقليه. غادي نزيدو شويه د الملحه لي زيبيناغ، وردوا البال مع الملحه لان غادي نزيدو الفرomاج ونزيدو صلصه البيشاميل كيكونوا مالحين. صافي انا غادي نستمر هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي ونحيد ديك البطاطا ونزيد البطاطا اللي بقات لي. انا استعملت تقريبا كيلو هنا، وكتبقى الكميه على حسب عدد الافراد الاسره وشحال من مول بغيتو ديروا. هنايا غادي نصايبوا صلصه البيشاميل. درت معلقه الزبده حيوانيه خليتها تذوب. غادي نزيد لها ملعقه نشا وغادي نحركو مزيان حتى كنخلط مزيان النشا مع الزبده. ونزيدو 4 يطرو د الحليب. طريقه معروفه الكلاسيكيه العاديه. صافي كنزيدو الحليب وحنا كنخلطو مزيان. بالنسبة لصلصة البيشاميل كاين اللي كديرها في كراطة وكتقول لك راه كيجي لي كراطة ميه من الداخل، يعني ما كيجيش عاقد. فهذه نصيحة لصلصة البيشاميل ما تكونش قاصحة بزاف، يعني دايرة بحال القبص، وما تكونش عاود مطلوقة بزاف، لانه فاش كتكون مطلوقة غير كديروها في كراطة كتولي ميه من الداخل، ما كيجيش الكراطة من الداخل معلك. فخاصها تكون مايله انها بغات تعقاد. تما كتحيدوها. زدت شويه د الملحه وزدت شويه ديال الكوزه المطحونه. صافي وغادي نخلطو مزيان وكنقبلوها بالتحريك المستمر حتى كتخلط معنا وتعقاد. ضروري تكون شويه عاقده ما تكونش مطلوقه لانه كتجي ميها في الكراطه. صافي وكنستمر هكا حتى كتعقد معايا. دابا تشوفوا معايا في الاخير القوام ديالها. قبلوا عليا على الصوت لانني شويه عيانه فالصوت ما كيخرجش واضح.
صافي كنستمروا في التحريك حتى كتعقد معنا كيف ما كتشوفوا دابا مازال ما عقدت معايا مزيان. كاين اللي كيديروها هكا يعني كتكون مطلوقة، فهكا راه ما كتجيش زوينة، ما كتجيكمش الحاجة عاقدة لداخل، سواء درتوها مع لي باط أولا الكراتان أي حاجة، ديما الصلصة البيشاميل تكون شوية عاقدة. ها نتوما كتشوفوا فيسا كتوجد 5 دقايق راه كانت واجدة. صافي كنستمروا لأنه فيسا كتلصق، فغنستمروا كنخلطوها حتى كنحصلوا على القوام اللي حنا محتاجينه. ها هي كيف ما كتشوفوا ما كتكونش قاصحة بزاف وكذلك ما تكونش مطلوقة بزاف. هنايا البطاطا ديالنا جبناها، غادي نزيدو عليها السبانخ وكنخلطوهم مزيان. هنا عندي واحد الكمية تقريبا واحد 100 غرام ديال الكروفيت اولا القمرون اللي قشرته، غادي نزيدو من الفوق. الا ما كانش الكروفيت فممكن الاستغناء عليه، ماشي مشكل، غير هو كيعطي واحد البنه زوينه، الكراطان كيجي لذيذ. ولكن الا ما كانش ممكن انكم ديروا شويه ديال السرجاج الا كان عندكم، وممكن الاستغناء عليه يعني ماشي ضروري. هنا زدت شويه د الملحه وزدت شويه ديال الابزار، وهنا غادي نزيد الحبق المجفف وغادي نخلط الكل مزيان. صافي كنخلطو مزيان. ممكن أنكم تزيدوا طاس ديال الطون بالنسبة لعشاق الطون هكا في الكراتان، فممكن تزيدوا الطون. هنايا عندي واحد 2 حبات ديال البصلة خضارية، فقطعتها رقيقة وغادي نزيدها من فوق الكراتان بلا ما تشحروها حتى شي حاجة لأنها غادي طيب في الفران. كنزيدوها من الفوق وكنخلطو الكل مزيان. كيجي كراتان صحي وفيه الخضار اللي قليل فاش كناكلوها، يعني غير فصل الربيع اللي كتكون البصله خضاريه وكذلك لي زيبينار. كيجي زوين هذا الكراتان، كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى تجربوه وسهل في التحضير، يعني مكونات موجوده في كل دار. كيبقى غير القمرون الا ما كانش ما فهم ماشي مشكل، ديروا بلاصتو طاس ديال الطون اولا واحد شويه دجاج اللي كان عندكم موجود في الدار، اولا بلاش يعني ديروا غير بطاطا والسبانخ وبصلة خضرية، راه كيجي زوين كيجي رائع. صافي كنخلطو مزيان، كنزيدو ديك البيشاميل وكنخلطو مزيان الخليط حتى كينسجم الكل. كنحاولوا نخلطو مزيان باش كلشي ينسجم مع بعضو وكنفرقوهم بالمولات. بالنسبة ليا أنا استعملت المول اللي كيكونوا فرديين بحال هكا نتاع الطين. ممكن أنكم تستعملوا بحال هادو إلا كانوا عندكم، أولا ممكن ديروا غير مول واحد كبير. كيبقى على حسب الاختيار. أنا هادو كيجيوني عمليين، يعني هكا كل واحد كياخد ديالو أحسن. إلا ما كانش عندكم هاد المولات فممكن ديروا غير مول عادي ديال الزاج أولا ديال الفخار. كل واحد كنديروا له حقه. كنشوفوا عندنا ميزاننا بالنسبة للكروفيت، كل واحد كنديروا له حقه في في المول ديالو. هادو كيجيو زوينين كيجيو فرديين، زوينين كل واحد كيكمل ديالو، هكا كيجيو أحسن. ولكن إلا ما كانوش فمول واحد بركة. حنا كنديرو داكشي اللي عندنا في الدار. صافي كنستمر هكا حتى كنكمل الكمية اللي عندي. غادي نزيدو لها شوية الفرماج من الفوق باش تجينا معلكة. بالنسبة ليكم ديروا فرماج أحمر أولا الموتزاريلا أولا اللي عندكم في الدار، اللي كان عندكم استعملوه. كنحاول أنني نقاد نساوي كلشي، يعني كل واحد يجي حقه من كل حاجة. صافي وغادي نزيدو الفرماج من الفوق واحد الطبقة خفيفة، واحد الرشة خفيفة. أنا استعملت هنا الفرماج 4 أنواع كيتباع هكا مخلط. ممكن ديروا فرماج محمر محكوك، ممكن الموتزاريلا اللي عندكم واللي موجود ديروا غير طبقة خفيفة باش كتجي معلكة وكتجي محمرة. وغادي ندخلوه الفران. في هاد الأثناء الفران سخون مزيان، كندخلو ليه لتحت كاع وكنخليو كنقصوا له النار تقريبا 180 درجة. واللي عندها ديال الغاز راه كديروا نار متوسطة وكتخليوه كيطيب تقريبا واحد 20 دقيقة
وكتخرّجوه تطلعوه الفوق حتى يتحمّر وتخرجوا بالصحة والراحة. هذا هو الشكل ديالو الأخير. نتمنى إن شاء الله ينال الإعجاب ديالكم وتجربوه لأنه فعلًا سريع التحضير وكذلك لذيذ جدًا. شكرًا لكم على التواصل ديالكم والمشاهدة، خليتكم على خير والسلام عليكم.